يوسف جري ناحية الصوت بيصرخ: مريم، مريم. لكن القصر كان بيضحك ضحكة مرعبة طالع صداها من كل حتة. فجأة ظهرت دارين قدامه، مش بشرية زي الأول، وشها فيه هدوء مخيف، عينيها بتلمع بلون أحمر خفيف. قالت له وهي واقفة قدام باب ضخم: لو فتحت الباب ده مش هتقدر ترجع تاني. يوسف: افتحي، مش هسيبها. دارين قربت منه، لمست صدره وقالت: كل ما بتحبها أنا بتعذب، بس برضو بحبك. وبإيدها فتحت الباب. جوه كانت مريم مربوطة بسلاسل نور، بتبكي وبتبص ليوسف بعيون كلها رجاء. يوسف بيجري ناحيتها ودارين بتهمس: هسيب لك اختيار واحد، يا أنا يا هي، بس خد بالك القرار ده هيحدد مصيركم للأبد. يوسف واقف بين دارين ومريم، قلبه بيندق بسرعة. مريم بتقول بصوت مكسور: اختار اللي قلبك بيحبه بجد، حتى لو ده معناه نهايتي. يوسف ببص لدارين وقال: الحب مش امتلاك، ولو بتحبيني بجد سيبيني اختار. لحظة صمت طويلة. دارين عينيها دمعت لأول مرة. قالت: أنا حاولت أخليك ليا، لكن الظاهر أنا اللي لازم أسيبك. بإشارة منها السلاسل على مريم اختفت، باب القصر اتفتح، نور غريب دخل. دارين اختفت وسط الضباب وصوتها بيتلاشى: هتفضل في قلبي حتى لو مش جنبي. يوسف ومريم خرجوا من القصر، لكن لما رجعوا للعالم الحقيقي لقوا نفسهم واقفين قدام المدرسة كأنه ولا حاجة حصلت. بس في جيب يوسف وردة سودة: النهاية.